الشوربة السحرية النهاردة هي شوربة الكوسة، بتساعد في نزول الوزن، كمان هي مفيدة جدا لأنها بتساعدك إنك تحس بالشبع لفترة أطول، خصوصا في الشتاء وفي السقعة، لأن هي خضار وفيها نسبة من الدهون كويس. هي قليلة في النشويات، عشان كده بتنفع للناس اللي ماشيين على اللو كارب دايت أو كيتو دايت. بتساعدك في نزول الوزن أكيد مع باقي النصايح اللي احنا بنقول عليها. هنا ضفت معلقة صغيرة دقيق، وبعد كده هضيف عليها نص علبة كريمة طبخ. هنا هضيف شوية مية سخنين. تنفع لمرضى مقاومة الأنسولين وتكيسات المبايض ومرضى السكر، لأنها قليلة في النشويات، كمان فيها نسبة كويسة من الدهون والألياف. جميلة جدا طبعا للأطفال اللي مش بيحبوا الخضار زي ما هو. تقدري تعمليها بأي نوع خضار انتي تحبيه، زي الكوسة وزي السبانخ وزي العدس وزي شوربة الخضار. لو هتعملوها بالسبانخ، مريض الضغط يخلي باله منها لأن فيها نسبة عالية من الأملاح. مريض القولون لازم يخلي باله من حاجتين مهمين قوي لما يجي يعمل الشوربة دي. أول حاجة بلاش تستخدم دهون كتير قوي لأنها هتتعبلك القولون. تاني حاجة ما تستخدمش دقيق كتير لأن ده هيزود سمك الشوربة نفسه عشان ما تتعبش المعدة والقولون عندك. سهلة وسريعة في التحضير جدا، لازم تجربوها.